ما عنديش بقى الا بيضه واحده وحبايتين من الموز ومصممين ان اعمل حاجه حلوه. قلت لهم طب تعالوا كده، امال انا شيف وخلاص، ده انا هوريكم هعمل لكم ايه. يلا بقى نصلي على النبي ونسمي بالله ونشوف طريقتنا السهله. على فكره كيكه اقتصاديه جدا وطعمها يجنن، هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم. شايفين دايبه ازاي اكنك بتاكلي جاتوه. يلا بقى على طول هنجيب بيه عندنا حبايتين من الموز، احنا مش هناخد اكتر من حبايتين من الموز. وكمان هسيب لك تطبيق حلو قوي تحت في الكومنتات بجيب منه كل الوصفات والافكار اللي انا بقدمها لكم، هحطه لكم تحت في اول تعليق مثبت. تمام تمام. يلا بقى نجيب الموز بتاعنا، ولو كان اطرى من كده هيبقى افضل. هنعمل ايه؟ ولا محتاجين مضرب ولا هاند بلندر ولا خلاط ولا كبه ولا اي حاجه. طبق كده نهرس الموز بتاعنا كويس قوي. لو عندك كمان هرسة البطاطس اهرسي بيها، هتكون افضل في الوصفه دي. بصوا مكونات حاجه كده بسيطه جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لكم صلوا على النبي واعملوا شير ولايك لو عجبتكم الطريقه. هرست الموز بتاعي كده خالص، وزي ما قلت لك مش محتاجه لا خلاط ولا اي حاجه. بس كده، ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بوريكم هنا كان لازم ان هو يوصل ايه للقوام ده. عادي لو في شويه تكتلات مش هيجرى اي حاجه، بس هو لازم يبقى لازج كده. بعد كده هي واحده بيضه زي ما قلت لكم، نزلت عليها على طول بالفانيليا. ما كانش عندي الا رشه صغيره، بعدت جبت واحده كده على طول. نص كوبايه من الزيت، 3/4 كوبايه من السكر، وقلبت كل الكلام ده. والسكر هنا حسب الرغبه، يعني لو عايزه تضيفي نص كوبايه بس براحتك مش هيجرى اي حاجه. قلبت بقى الزيت مع السكر مع البيضه مع الفانيليا لحد ما القوام كده بقى تقيل زي ما انت شايفه كده. وزي ما قلت لك بالمضرب العادي. جبت بقى الموز بتاعي اللي انا هرسته معاكم في البدايه، هما كانوا 3 حبات من الموز، وكان الموز كمان كان عندي صغير. لو الموز عندك كبير هيبقوا محبيتين 2 بس. قلبتهم بقى هنا حلو بقى مع نفسهم كده. بعد كده على طول هنزل بكوبايه الا ربع من اللبن، ونزلت في كوبايه الزيت، قلت علشان لو فيها حاجه تنزل معايا هنا كمان. قلبي بقى كويس جدا لحد ما كلهم يختلطوا ببعضهم وما يكونش في حاجه مش في قلب بعضها. فاهماني؟ انت فاهماني صح؟ فاهماني. بعد كده نزلت بمعلقه من النشا كبيره، معلقه من الكاكاو، الكاكاو الخام او الكاكاو المحلى مش هتفرق. نزلت بمعلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من الخل. ولو ما عندكيش معلقه من البيكنج باودر حطي الظرف كله علشان انا عندي علبه. وقلبتهم كده. والخل كمادة رافعة بتخلي الكيكة بتاعتك مرفوعة كده وهشة وجميلة. قلبت بكل المكونات دي بقى، وهننزل بالدقيق بتاعنا تدريجيا. نزلت كده بكوباية. وطبعا اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق بتاع الكيكة في المرحلة دي كده. دلوقتي انا مولعة البوتاجاز بتاعي بيسخن في المرحلة دي. ليه بقى؟ علشان لازم الكيكة تخش في فرن يكون ساخن، تمام، مش سخنة قوي. خدوا بالكم من الخطوة دي، لان ناس تقولك سخنيه من قبلها بكتير. لا، وانتي بتحضري كده خلاص هتصبيها في الصينية بتاعتك، تروحي تولعي الفرن علشان اول ما تدخليها ما تترفعش وتبقى نية من النص. مهم جدا الخطوات دي. تمام. نزلنا بكوبايه الدقيق وقلبنا كده كويس قوي. لو لقيتي القوام معاكي خفيف انزلي كمان بنص كوبايه. انا نزلت بكوبايه ونص، وطبعا من نوع دقيق لنوع دقيق بتختلف. تمام تمام. قلبي بقى كل البتاعه دي، الخلطه بتاعتنا دي الجميله قوي. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها بجد اكنك بتاكلي جاتوه مش بتاكلي كيكه. اعمليها لاولادك هتعجبهم قوي. قلبت بقى كل المكونات كده كويس قوي، يعني هي خدت معايا كوبايه ونص من الدقيق. تمام. وهنا الكوبايه معايا مكمله معايا كل المكونات، يعني هي اللي عيرت بيها السكر هي اللي عيرت بيها اللبن، كلها واحده. الصينيه بتاعتي مقاس وسط. تمام. دهنتها ماده دهنيه. شايفين انا بقول لكم لو انتوا عايزين سمكها اتخن حطوها في الاصغر. انا بتاعتي دي انا عاملاها سمكها مش سميكه قوي. تمام. فحطيتها في الصينيه الوسط. لو عايزه السمك اتخن حطيها في الحجم الصغير. دخلتها لمده 20 دقيقه لان انا زي ما قلت لكم سمكها معايا رفيع. وبعد كده كنت انا منزله لكم صوص الكراميل ده، رحت جبته كده وزوقت بيها من على الوش. هتلاقوا الطريقه عندكم في الصفحه. شايفين بقى؟ بصوا بصوا بجد تحفة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وهينبسطوا جدا جدا بيها. وكمان طعمها مش كيكة خالص، طعمها جاتو. الموز هنا مخلي طعمها تحفة. ما تنسوش بقى الشير واللايك.